نمشي مباشرة للصيدلانية لكن مختصة في المجال الأعشاب، لأنه نحكيو على هالروح هذه والطاقة الإيجابية منش نستمدوها، وأكيد أنه فما نقول أنا حركات رياضية نقوم بها صباح صحيح، فما ربما تفاعل مع المحيط مهم جدا، ويكون محيط طبيعي محلاه قد ما نغزروا الطبيعة قد ما نتفائلوا برشا، ويكون عندنا الموجة هذه مرتفعة ولا عالية نسبة الإيجابية. لكن زادة فما تصرفات ربما تكون فينا يلزمها بعيد على الأدوية، أنا ما نحبش برشا دواء، بعيد على الأدوية وقت اللي لازم صحيح، لكن بعيد على الأدوية شنو نجموا ربما نحسوا ولا نجموا نتصرفوا بالطريقة هذه. الأستاذة أو الصيدلانية منال الزغيدي على الخط الهاتفي. صباح النور. صباح الأنوار عايشة ليك ولجميع المستمعين والفاطمة بازيز صديقتي، وقول لها أول مرة تلاقينا كانت حتى لها الميكرو يا مراد. واليوم بالظهر تعاودت في بالي اللي تفاهمنا فيه باش نعملوه، يمكن ربي مش يسهل فيه إن شاء الله يسهل إن شاء الله. من هون ينطلق ننطلقوا بالإشارات اللي بعثها ربي ساعات باش يقول لك راك أنت على ثنية صحيحة، محلاها نكونوا الكلنا على ثنية صحيحة يا رب يا رب. كنت أسمع فيكم الساعة وتحكيوا على التعليم عن بعد. التعليم والعمل عن بعد كان حلم التونسي قبل، وصح عليهم الدول المتقدمة وصح عليهم واحنا ما نجموش. يا أخي ربي سبب الأسباب وجاب الكورونا وخلينا وجها لوجه عطوا بضرة النافعة سعادة. وقت وقينا روحنا لازم معناها في معناها كما نقولوا مضطرين باش نحققوها الحلم هذا والأمنية هذه، واحنا ما عجبتنيش قلنا كيفاش وما نجموش، وفما شكون يقول لك نحس بروحي مش ما عجبتنيش، نقول نصلح بركة، نقول ما نجهزين ربما فكريا ولوجستيا معناها. لا نقول لك حاجة، وقت ربي يحطك في موقف يعني راك جهزت، أما أنت ما تعرفش تستعمل الوسائل اللي عندك. صحيح. فهمت خاطر وقت يتحلك الباب ساكو راهو وقت صار وقته باش يتحل، أنت ما حضرتش روحك قبل، قعدت تتمنى من غير ما تخدم، هذيك حاجه اخرى. اما مادام تحل قدامك الباب سيكراه تبارك الله. نشوفوا احنا في الكفاءات والجوائز كنتوا تحكيوا عليها الساعه، يعني احنا ما احناش مفتقرين، احنا ديما نفيقوا مخر. هاني جبت لك من الاخر بعدها راهو عندنا انسان موجود. شفت اي احنا مش نشوفوا فيه. عليه خاطر داخلين في مقاومه مع شنو؟ مع الفيروس. هو ديما مهما مشكل تبدا بالمقاومه، كي انا نقول هالفيروس ومش يقتلني ومش يمرضني باش ندير شنو، دونك ما قبلتوش، دخلت معاه في مقاومه. المقاومه هذيك تولد خوف، والخوف بتولي المده مش يولي وسواس، ما عادش نجمو نخدموا حتى شيء وقتها، واذا خفنا ما عادش نجمو نخدموا، ما عادش نجمو نقدموا. حتى انتم عاملين مسابقه كيف ما يكون قلبك. القلب هو مربط المشاعر كما يكون قلبك، زعما شنو اللي تكون. احنا نقولوا الاعمال بالنيات، ربي يقول الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. انت نويت تحب تكون مناطق ضعيفه وتحب تموت وتحب تستسلم، مش تسلم. التسليم حاجه والاستسلام حاجه. التسليم بحاجه صارت فوق منطقتنا، وجود الفيروس مش انا اللي صنعته او انت اللي صنعته، هذيك نسلمه، لكن هذا ما يمنعش أن نخدمه. خاطر أكثر العباد نجاحا وأكثر قصص النجاح هي نتاع عباد خدمت وقت حد ما آمن أنه الخدمة تجم توصل. كما احنا ثم برشا عباد قاعدة تقول خايفة وشدة تركينتها ببوشتها وتقول لك ما نجمش نوصل، ما نجمش نخدم. ثم عباد قاعدة تبحث، قاعدة تلوج على فاكسان، قاعدة تلوج على دواء، قاعدة تعمل في تجارب. علاش ما نكونش أنا من بين هذوكم العباد؟ كما عباد قالت أنه التكنولوجيا صعيبة وما نجمش نقري عن بعد وما نفهمش نستعمل هذا الأورديناتور. ثم عباد قاعدة تدخل في مسابقات وقاعدة تنجح وتجيب بجوائز. يعني مادام ثم شكون وصل، ما فهمش علاش احنا نجموا نوصلوا. هي الكلها في النية، الكلها في القلب. القلب بشنو يصدق؟ اسكو تأمن انك انت تجم توصل، او انك انت تقنع روحك وتقنع قلبك وتقنع مشاعرك، وبالتالي تقنع بدنك انه ضعيف وانه ما يوصلش، وبالتالي حتى كان يبدا قدامك الحل ماكش مش تشوفه. حتى وانا باغ اكزومبل كي نقول لك حاول ما تتخيلش حصان ازرق، اول حاجه مش تجي لبالك حصان ازرق. يعني كي نقول فاطمه لابسه الازرق راهي اليوم وغامق زاد. مش نقول لك راهو حاول ما تقاومش الكورونا او ارفض الكورونا مش تقوى عليك، حتى بدنك مش يولي ثم كيما نقولوا
في اللاوعي يوصلوا دي ميساج للبدن راك ضعيف، راك ما تنجمش تقاوم، راهو دونك وقت تجي اي مرضى مش حتى كورونا راهو مش باش ينجم يقاومها. صحيح طبيعته. انت اقنعته برمجته على هيك الاساس، رغم انه ربي ارحم من انه يخلق الداء وما يعطيكش معها الدواء. احنا جهازنا المناعي اللي خلقه ربي معناها على عديد من المستويات، تسمح الفرصه مره اخرى تسمح ونحكيو. اما معناها مش معناتها الخلقه هذه المتكامله مش تجي ضعيفه قدام معلومه جينيه. راهو الفيروس ماهوش كائن حي، عباره بيس نتاع تليفون. انت بيس نتاع تليفون كما تدخلهاش في التليفون باش هي تولي تتحكم فيه وتعطيك مكالمات وتعطيك انترنت وكل شيء، فتعمل لك شيء. دونك مناعتك هي انك ما تخليش البيس هذيك تدخل لبدنك اللي هو التليفون. دونك والمناعه هذه ما تجيش انت تحطوا بالسيف شو معناتها؟ معناها ما نستعملوش مثل لي جيست بارير اللي ديما نحكيو عليهم كالماسك والجيل وكل. وبعد لازمك انت تعمل بروجرام في الجهاز نتاعك ما يقبلهاش البيس هذيك. البروجرام هي المناعه القويه. المناعه القويه من بين الحاجات أن اللي تتحكم فيها هي الغدة الدرقية اللي احنا توا ياسر كثر الحديث عليها، وبرشا عباد يقول لك أنا مريض بالغدة وكل. هي الغدة الدرقية بطبيعتنا في تحول الفصول، خاصة المرور من الصيف إلى الشتاء تتعب شوية، خاطر يطلب منها اكثر خدمه، خاطر باش تولي تسخن البدن، باش تولي تنشط المناعه، خاطر وقتها يكثروا الفيروسات الموسميه. دونك باش تولي تخدم اكثر من اللازم شويه بصفه طبيعيه، راهي ماهيش حاجه معناها عند العباد الكل هذه. اذا ما انت كنت متعبها بالخوف، كنت متعبها بالستريس، كنت متعبها بنظام غذائي مفرعس، بنظام عيش، نمط عيش ماهوش صحيح، ما تمشيش حتى تعمل مارش، ما تعرفش كيفاش تتنفس، ما تلعبش رياضه، تاكل ماكله غير متوازنه، هذا الكل باش يتراكب عليها الغده هذه وتولي في عوض معناها تامن انتقال سلمي من فصل الى فصل باش تتلزم تصلح الاخطاء نتاعك. دونك ما تلقاش فرصه انها تجم تصلح اللي لازمها تصلحه، معناها تولي ما عادش تجم تكون قادره انها تقوم بالمهمه نتاعها بالكفاءه المطلوبه منها على احسن وجه يعني. نعم على احسن وجه. فوالا دونك احنا شنو لازمنا، شنو نجموا نعملوا، شنو النباتات اللي نجموا نستعملوها باش تعاوننا بدون اكثار وبدون انه احنا كان واحد مثال مريض بالغده وكل مش معناتها انه مش يمشي يسيب الدواء وياخذ هذوما النباتات. وبيان سور كي يبدا مريض لازم يرجع يستشير الطبيب المعالج قبل ما يستعملها. انا ديما نعطي النباتات في شكل هكا انفيزيون، معناها خفيفه ونستعملوها على مده قصيره، معناها مثلا 4 ايام في الجمعه. وانا ديما الكلام هذا نرجع ديما لصاحبه، يعني انت بالتجربه واضح جربت بالتجربه يعني. وبالدوزه معناها بالعلم. كي انت تستعمل النباتات كيما نستعملوهم وسط الماكله باش تنفعك مش تضرك. اذا ما احنا باش نوليو على بعض ونباتات ما تضرش نحب نقول انه فوق 70% من الدويات الموجوده في القاموس نتاع الادويه المنشأ نتاعها جايين من نبات. يعني انت الكل حكايه دوزه، الكل حكايه جرعه قداش وصلت لبدنك وفي قداش مده. دونك كي نستعملوها بطريقه ممنهجه وطريقه عقلانيه عاديه كيما نعملوا اي ساشي انفيزيون، مش ديما معناها كيما نقولوا بالكيوف او لفتره معينه ما يسالش. اما كي باش نوليو نخلطوا فما اللي يولي هكاك باش نضروا رواحنا. دونك احنا في النهار شنو مستحقين من النشاط، للحيويه، للسخانه. دونك كل ما هي نفسها تعطيك احساس بالسخانه بالحروريه، كيما الزنجبيل، كيما القرفه، كيما عود الشركه، هذوما الكل ينفعوا في انفيزيون. ناخذوا من كل حاجه شطر من قهوه ميم با. دونك وكل مره ننوعوا، مش لازم نخلطوهم كل مره، كل نهار الصباح نجربوا حاجه نعملوها في انفيزيون. راهو مش معناتها تسخن الماء يغلي وتصبوا على هذيك الحاجه وتخليه درجين بعد تصفي وتشرب. دونك هذايا كل ما هي بلانت تحس تعطيك الحروريه او تعطيك الطاقه، يعني بلغه تعطي الطاقه. فوالا هذيك باش تعاون باش تفيق الغده وتعملها هكا دفعه الصباح. في الليل لازمنا نرتاحوا، لازمنا نرقدوا، لازمنا نهداو. دونك مش ناخذوا النباتات اللي تريح كيما البابونج، كيما الخزامه. بالنسبه للترونجيه راهو فما عباد الارضيه نتاعهم تتجاوب بالعكس مع الترونجيه اللي هي الفيرفين، ما تساعدهمش يقعدوا فايقين. دونك بالتجربه انت تعرف روحك. فما شكون يشرب تيزانه في الليل يقول لك نسهر انا ما نرقدش شيء. اي واضح.
دونك هو بالتجربه. اما اللي معروفين انهم يهديوا ويرقدوا هي الخزيمه والبابونج. وديجا البابونج ورثوا كيما الشمس معناها مفتحه ولونها اصفر. دونك هي تريحك وترقدك وتحضرك لليوم الموالي، للشمس المواليه. وهوني نأكد على التعرض لأشعة الشمس. احنا كنا نلاحظوا في الصيف فضلا عن انه احنا وقتها كنا في كونفينمون جنرال واحترمنا القواعد الصحيه للوقايه، تعرضنا لأشعة الشمس ورجوعنا لنسق حياة عادي، نسينا الفيروس ونسينا المقاومة ورجعنا مقبلين على الحياة، وكلينا برشا من حاجات جاية من البحر. اليود باهي زاد يعاون الغدة، ومشينا وتحركنا ومشينا للبحر وخرجنا ودخلنا، وكل هذا الكل راهو يتسمى نمط عيش صحي. والماكلة نقصت ولات أكثر سلايت ومشوي وكل. دونك اوتوماتيكمون هيك علاش حتى تو الحمد لله نسميه رغم أنه رجوع العدوى أما ما رجعتش بالكمية المخيفة نتاع حاضرين معناها. علاش؟ حاضرين. ما نفيقوا هيئنا رواحنا بتعرضنا لأشعة الشمس لتنشيط الفيتامين دي، بأكلنا الحاجات جاية من مصادر بحرية مهماش كانت، وكلينا نوع من معناها الأكل الصحي، وحسنا من النفسية متاعنا هكا من قلبنا، نسى شوية الهم ونسى شوية التعب والمرض. ضغط. دونك كل ما غير ما نفيقوا هيئنا روحنا لهالفترة الانتقالية. فماذا بينا تو اللي بديناه في الصيف كملوه تو. جميل جميل. محليش من هكا كلام، محليش من هكا كلام، محليش من هكا طاقة إيجابية، محليش من هكا دفع. وبالحق معناها موجات عطيتنا برشا موجات إيجابية ابتسام يا منال، فرحتني وفرحت برشا مستمعين يتفاعلوا معنا كيف. يعطيك الصحة. وانت هكا معناها في حياتك، انت هكا لا خوف عليك ملا. انا والله انا معناها عايشه حياتي الفيروس حاجه من ضمن 1000 بكتيريا، كان كنا نشوفوا فما قدامنا في الهواء من بكتيريا وفيروسات. صدقني الفيروس هذايا بالحق ما عادش تعطيه حتى قيمه من ناحيه انه ينجم يتغلب على بدني اللي نعطاه لي ربي متوازن ومتكامل. انا ما يمنعش اني انا ناخذ بالاسباب، اكيد انا ناخذ احتياطاتي ما نخسرش. اما برافو عليك. نوافق من روحي ووافق من ربي. يقول لك واذا مرضت فهو يشفيني. لا تحزن ان الله معنا، فماش علاش نخاف. برافو عليك. ان شاء الله بقدرة ربي. ما شاء الله عليك. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة ويومك جميل كما كلامك هكاك. ان شاء الله يومك مزيان كما يقولوا لك مستمعين، وبالخير برشا، بالخير مليان. يعطيك الصحة مرة أخرى. شكرا لك الصيدلانية في الحقيقة ومختصة في الأعشاب الطبيعية والطبية منال زغيدي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في ساعة بساعة نهار اليوم الخميس 5 نوفمبر.